نفسه اللي بيبقى ماشي على كورتيزون مش بقدر ادخله عمليات، عشان عملية التئام الجروح او التئام الانسجة الكورتيزون بيأثر عليها، محتاج نستأصل جلد زيادة. والجرح ده برضو لو في بقى جزء من الغدة بشيلها بستأصلها جراحيا. الاول احنا بنخش بنشفط الدهون، الغدة ساعات بتكسر جزء كبير منها مع الشفط، لو اتبقى فيه جزء ما اتكسرش مع الشفط بخش بستأصله. بعد كده الجرح ده بياخد له اسبوعين عشان يلتئم. وبتلبس كورسيه، كورسيه بيبقى تايت على مكان العملية، ده بتلبسه لمدة 6 أسابيع. بيبقى في حاجة ممكن نعملها اسمها مساج لمفاوي بتقلل التورم. طبعا بيبقى الأنسجة متورمة والدنيا مزرقة شوية بعد العملية، الزرقان بيروح في خلال مثلا أسبوع ولا أسبوعين. التورم بقى هتحس بالدنيا في حاجات مكلكعة شوية، حاجات ناشفة عن مناطق معينة، فده بيقعد يعني مثلا فترة 6 شهور وبيقل بالتدريج عشان الأنسجة ترجع للملمس الطبيعي بتاعها.